كولر يصفى رضا عبد العال ولكن فنيا. جملة الأهلي المتكررة اللي اتعملت قبل كده في ماتش الهلال السوداني. محمود متولي الكرة في حيازته في وسط الملعب، يلعب واحدة طويلة خلف الدفاعات لحسين الشحات اللي بيبقى عامل حسابه ان هو يتحرك، وبرده كان عملها له مروان عطية في ماتش الهلال السوداني، يتحرك نفس التحرك. حسين الشحات في مساحة فاضية خالص استقبل الكرة نفس الاستقبال اللي استقبله في ماتش الهلال السوداني، وعمل ان هو هيقطم لجوه، وفعلا قطم لجوه، وحسين بيلعب بيمينه، فبالتالي التسديده بتبقى متاحه زي محمد بركات لما كان بيعمل الحركه دي. صوب حسين في المرمى هدف زي الهدف بتاع الهلال السوداني، نسخه كربونيه. معنى كده ان الكره دي اتكررت، يبقى كولر مدربهم عليها، يبقى كولر بيعمل تكتيك وبيعمل جمل فنيه، يبقى كولر مش ابيض زي ما ده عبد العال بيقول، وكولر بيصفى على عبد العال ولكن فنيا. طب اللعبه دي اتكررت في الماتش ده بتاع الاهلي وسيراميكا؟ اتكررت. ادي واحده تانية اهي بيلعبها عمرو السوليه لحسين الشحات، برضو خلف دفاع سيراميكا كليوباترا، وحسين بيستقبل الكوره اللي لعبها له عمرو السوليه. لو الجمله اتكررت في الماتش او اتكررت في كذا ماتش، تعرف ان دي حاجه اللعيبه متدربه عليها. بالفعل الكره استقبلها حسين الشحات برضو في المساحه الفاضيه اللي خلف دفاعات سيراميكا كليوباترا، وطبعا حسين الشحات عارفين ان هو بيعرف يرقص ويعدل العدلات اللي هو بيعدلها والقطمات اللي بيقطمها دي. المره دي الدنيا كانت ضيقه شويه، وكان حسين يعني الكره ما لحقش يحصلها بشكل او باخر، لكن برضو استلمها وعدل وقطم لجوه، وبعد كده يعمل عرضيه هيقابلها كهربا او مش هيعرف يتعامل معاها. بيجي الفكره ان اتكررت برضو من لعيب تاني اللي هو محمد هاني. المره دي مش جناح، المره دي باك، برضو غالبا حد من نص ملعب عمرو السوليه غالبا هو اللي لعبها له، بيتحرك برضو خلف الدفاعات. الاهلي بيقعد يجمع اللعب في الناحيه الثانيه، وبره واحده بيروح ناقل اللعب في الناحيه العكسيه. محمد هاني كان المفروض وان تاتش على طول لمحمود كهربا اللي ظاهر له فاضي خالص، يحطها له قدامه ويحطها كهربا جون بمنتهى السهوله. الا ان محمد هاني عنده دايما عيب ان هو بيطول في الكوره، فالعرضيه بتتاخر ما بتبقاش مميزه.